سيدنا أسقف عام المنيا وأبو قرقاص للكنيسة الأرثوذكسية سيدنا مكاريوس. أنا بتشرف إن أنا بقابل حضرتك النهاردة، وهستأذن حضرتك إنه نبتدي بإنه تقول لنا، لأنه مش هنقدر نروح كل الكنائس، الوقت مش هيكفي، فهل ممكن حضرتك تقول لنا تصور معلوماتي حول عدد الخسائر ومساحتها وأبعادها، وهل الكنائس كانت مقرات كنايس فيها دار عبادة فقط ولا في خدمات كمان، عيادات، حضانات بهذا الشكل تم إزاءها؟ اهلا بيكم اولا، واحنا اللي يحصل لنا الشرف. هو يوم الاربعاء اللي هو 14. احنا كنا متوقعين السيناريو ده من قبلها، وكنا متوقعين مع فض الاعتصامات في القاهرة يحصل اعتداءات متفرقة في مساحة كبيرة من الجمهورية، وقلنا الكلام ده، وقلنا ان محتمل يستدرجون إلى ما يمكن أن يسمى مستنقعات ويشتتوا القوى ويشتتوا الأمن، وقلنا ده. وفعلا جت تهديدات يوم الأربعاء من بدري الصبح من خلال مكبرات الصوت. يبدو أن كان في خطة موضوعة وجاهزة للتنفيذ، محتاجة إشارة بس، بدليل ان الاعتداءات كلها على الكنايس في الجمهورية تمت في وقت واحد بسيناريو واحد وتوجه واحد، وده ما حصلش قبل كده. يعني الناس اللي بيقولوا ان البلطجية هم اللي عملوا كده، او يعني التعبير الفصيح ليها او اللغوي الخارجين على القانون، يعملوا اعمال متفرقة باوقات متفرقة باغراض متفرقة، لكن ما يبقاش نفس الغرض هو عشان يوصل رسالة معينة، بدليل التوقيت والسيناريو، وإنه يعتدي على الكنائس بأنواعها. يعني تلاقيه بيعتدي على الكنيسة الأرثوذكسية، كاثوليكية، بروتستانتية. ده ما كانش بيحصل. لما بيبقى ليه مشكلة مع مكان معين كان بيحاول يعتدي على كنيسته، لكن ده بشكل منظم، حتى في الأماكن اللي مفيش خلافات حقيقية بين المسلمين والمسيحيين. حصل الاعتداءات دي من الصبح متزامن مع بداية فض الاعتصام لحد 12 واحدة بالليل في اليوم ده. يعني طوال تقريبا أكتر من 12 ساعة. لا، لحد بعد نص الليل. في المنيا 4 كنايس دمروا، كنيسة الأمير تدرس، وكنيسة أنباموس اللي تبع الكنيسة الأرثوذكسية، وماري مينا اعتداء جزئي على مبنى خدمات تابع للكنيسة، لكن الكنيسة ما موصلش. وكنيسة لإخواتنا الكاثوليك وكنيسة لإخواتنا البروتستانت، ده في المدينة هنا. في ملاوي برضو كنيستين، في سمرود، في مغاغة، كل ده تابع للمنيا. وفي كنيسة في دير مواس، كنيسة في دير مواس واحدة مع مبنى خدمات على الطريق السريع. كنيستين في ملاوي، شوية ممتلكات أقباط. 4 كنايس في المنيا. كنيسة سمرود في اعتدوا على حاجة كده في مطاي، حاولوا يعتدوا في بني مزار، وكنيسة دمرت في ده مراكز المنيا. ومؤسسات بقى مسيحية، ده جمعية الشبان المسيحيين، ده ملجأ أيتام، ده مدرسة أقباط، زائد بقى ممتلكات أقباط ما بين منازل وما بين متاجر. حضرتك كنت بتقول لنا قبل ما نسجل عن ملجأ البنين اللي موجود هنا. يعني أنا بقول لو هو ليه مشكلة مع الأقباط، يعني بمبرر ساذج، يعني ان الأقباط ساندوا القوى الليبرالية والجيش في انه يطيح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. احنا لما نزلنا يوم 30 يونيو و3/7 26 يوليو نزلنا مصريين مش أقباط، ما نزلناش رافعين صلبان، كنا رافعين أعلام، وما كانش لينا مطالب فئوية ولا محلية ولا وقتية،
لا طالبنا ببنى كنايس ولا طالبنا بتعيينات الآباط، طالبنا بمطالب وتوجهات ثورة 25 يناير. عايزين عدالة، عايزين حرية، سيادة قانون، دولة مدنية حديثة، اقتصاد ينهض من كبوته. احنا واخواتنا المسلمين نزلنا نفس المطالب، لكن نزور الأقباط بنسبة أعلى. وده طبعا حصل بعد ثورة يناير، كلنا خرجنا نعبر عن رأينا. حتى اخواتنا المسلمين اللي كانوا بيشتركوا في الانتخابات السابقة كان تمثيلهم قليل جدا زينا. فتمثيل الأقباط والمسلمين معا بعد ثورة يناير بقى عالي جدا جدا. هما بس لأول مرة أشوف الأقباط بينزلوا بأعداد كبيرة، فخيل ليهم إن دي خطة من رئاسة الكنيسة إن الناس ينزلوا، وكان في توجيه واضح، وكان في مساعدات مالية، عملية إسقاط يعني، في مساعدات مالية وفي وسائل تنقل وفرتها الكنيسة. الكلام ده غير صحيح تماما 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 يعني. لأنه كمان عمليا كل مواطنين المدينة كانوا بيفضلوا فيها، محدش راح بعربيات القاهرة ولا. لكن هم عملوا كده. هم بعتوا عربيات لميدان التحرير، بدليل ان كل يوم بيشيعوا جنازة واحد او مجموعة جايين من رابعة العدوية. ده اكبر دليل يعني. في المنيا، في المنيا، في المدينة بتاع المنيا غير القرى. يعني أنا مش بقول ادعاء، يعني بيعملوا بيشيعوا جثمان واحد جاي من رابعة. ايه اللي وداه هناك؟ طب هو لو من القاهرة ما كان اتدفن في القاهرة. صح. إلى آخره. هما ليه مشكلة مع الأقباط، متخيلين التخيل ده، ومشكلة مع المؤسسة العسكرية أو الأمنية بشكل عام، إنها بتطاردهم، إنها إلى آخره. طب إيه ذنب ملجأ أيتام؟ دول ناس خارج القصة. وإيه اللي دخل الأقباط في الحلبة السياسية؟ يعني مش داخلين جوه الموضوع ده أو الكنيسة. وليه هاجم بيت أيتام؟ وليه في القاهرة يهاجم بنك دم؟ حرقوا بنك دم. فعلا بنك الدم في الدقي. ده بنك الدم ده ممكن ينقذ حياة ناس كتير ومنهم نفسهم. يعني هم لما بيصابوا ربنا يحافظ عليهم وعلى كل، بس ساعات بيحتاج نقل دم عشان ينقذ حياته. ده أثار استياء الناس جدا جدا. لا عملية تخريب، تدمير للدولة وممتلكاتها. تم الكنيسة زي المسجد، زي بيت الأيتام، زي جمعية الواي، كلها ممتلكات الدولة. وأنا لما أحب أبنيها تاني أنا هبنيها من أموال الدولة، مش ده جزء من اقتصاد البلد؟ في فرق بين من يسكن مصر والمواطن المصري. في واحد مش مواطن، ده ساكن، ممكن يستبدل السكن ده بأي سكن تاني في بلد تانية غير المواطن. مواطن عنده انتماء. زمان أيام سليمان الحكيم في 2 ستات اختلفوا على طفل، فكل واحدة قالت ده ابني. فسليمان الحكيم بذكاء قال هاتوا سيف هنقسمه نصين وكل واحدة تاخد نص. فالأم غير الحقيقية قبلت بالحكم ده، أما الأم الحقيقية قالت لا، مش مهم أخده لكن يعيش. كان لازم يعملوا كده. مهم مصر تعيش، لكن مش هقول يحكم يحرق. يحكمكم يا أدمركم، أسف التعبير يعني. طب وماله؟ مش عاوزينها في الحكم، اتفضلوا اعملوا انتخابات والصندوق الانتخابات يجيبوا. لكن أدمر واحرق بقتل إخواتي. واللي اتقتلوا من المسلمين مقابل اللي اتقتلوا من الأقباط قد إيه؟ ده يعني 90% مسلمين، يمكن 10%. كان في كلام حوالين انه في دير رهبات في بني سويف، كان في محاولة لاحتجاز الرهبات وفي زميلة ليهم في المدرسة انقذتهم. كل البيوت المكرسات والراهبات والرهبان والمؤسسات المسيحية كلها وصلها تهديد بلا استثناء، بالميكروفونات في يوم. ميكروفونات واتصالات من أصدقاء أو أعداء. يعني صديق يقول الحق أنا سمعت كذا، أو عدو يقول إحنا بنهددكم، خصوصا يوم الجمعة اللي تالت الأربع. هدفه من التهديد يروعهم ولا بيطلب حاجة معينة؟
ما هو طبعا التهديد من المقدم على الفعل المفروض يقابله اديني والا، اعمل والا. لكن كان غالبا الناس بيعرفوا من وسطهم ناس اصدقاء مخلصين، ويتصلوا يقولوا انا سمعت ان هيعملوا كذا، خلي بالكم. زي النهارده قبل ما تيجوا بالسلامه، قبل ما تيجوا بساعه، في تهديد وصل لمجموعه صيدليات في شارع هنا، ده من ساعه بس، انهم هيحرقوهم بالليل. وهيتصرفوا ازاي؟ هم اتصلوا بالمحامي، والمحامي بيتصل قوات الشرطة بيقول لهم يعني احنا جالنا تهديد كذا كذا. كان في تهديد لكل ما هو متعلق بالأمراض، زي ما كانت أقسام الشرطة مستهدفة. طب بمناسبة أقسام الشرطة، في يوم 14 وقت ما ابتدى الحريق، أو حتى من وقت التهديدات بالميكروفون، وأكيد حصل إن كل الناس استغاثت، استجابة الأمن كان شكلها إيه؟ كانش في استجابة تمام لغاية 12 بالليل؟ تماما ما تدخلوش. طب لا هل خالص. يعني حد زي نيافة حضرتك لما بتتصل بيهم مضطرين يردوا؟ ده ايه الإجابة اللي ده أنا بيقولوها؟ اتصلت بالمسؤولين هنا والقاهرة على مختلف مستوياتهم، وزير الداخلية، رئيس الوزراء، رئيس الأركان، والإجابة لفظيا مطمئنة، لا ما تخافوش، لا على طول، لا حاضر. لكن ما حصلش أي تواجد لأي قوات أمن ولا قوات إطفاء للأسف. الأهالي هم اللي طفوا زي ما سمعنا، وفي بعض المسلمين اشتركوا في محاولات الإطفاء، عملنا معاهم حوارات. لكن الأمن بدأ يتعافى بعد كده، وحاليا تواجده أفضل. صحيح مش قدام الكنائس قدام المؤسسات دي، موجود في مكان مركزي يلبي الاستغاثة. في عندنا مشكلة في بلد اسمها صفة اللبن دلوقتي، والوضع حرج هناك، في تواجد لقوات الجيش وقوات الشرطة، وده حافظ الأمان. لو ده حصل يوم الأربعاء كانش حصل الاعتداءات، أو لو حصلت كانت هتبقى النتيجة مش بنفس الحجم ده بصراحة. برضه عايز أقول بالمناسبة، ده أكبر دليل على إن المسيحيين ما عندهمش أسلحة. زي الدكتور العوا لما قال إن في ترسانات أسلحة في الأديرة والكنايس، يعني كانت طلعت بتلقائية في الظروف دي، ومحدش كان هيلوم، لأن في حالة دفاع عن النفس لم يرفع مسيحي حجر على المعتدين، لم يرفع عصا على المعتدين، واللي قدام العالم كله بالدليل القاطع لا يوجد لدينا أسلحة. طيب تعرفي لو قدام معانا أسلحة ما كانوش عملوا كده. لا، وهم كمان أكتر ناس عارفين، وإلا كان هياخد حذره من كان هياخد حذره، ما كانش عمل بالضبط. طيب ده بالنسبة للتغطية الأمنية. بالنسبة للتغطية الإعلامية، هل في قنوات مصرية محلية جت تعمل تغطية إعلامية؟ مصرية كتير حقيقة. طب كويس، حظ الكنيسة كان ألطف من بقية الكنائس. يوميا في مراسلين، سواء بالتليفون سواء بالإيميلز، بيبعتوا لنا، بعت لهم إيميلات، بعت لهم مواد فيلمية، بعت لهم صور. لكن هم جم يعملوا تقصي حقائق كتير وصوروا الأماكن دي وعملوا حديث معنا. طيب آخر حاجة، تصور حضرتك للحلول، ولو ابتديناها أساسا من قبل الحريقة والاحتقان، لو ابتديناها من أول الوقاية كان ينفع تكون ازاي، والحلول بعد اللي حصل ده عشان ما يفضلش فيه احتقان؟ يعني فشلت الحكومات المتعاقبة على التعامل الصحيح مع الملف الإداري بصراحة يعني، وبيتعاملوا معاه بأسلوب رد الفعل والملاطفة والوعود المطمئنة فقط، وتهدى الأمور لحد ما نصحى على كارثة جديدة ويسيبونا نتصالح مع بعض ويباركوا هذا الصلح، ويحضر بعض الرتب الشرطية الكبيرة زيه زي أي حد من اللي قاعدين، وحاجة غير مقبولة يعني، غير مقبولة. وبعدين كل مرة يعتدى على المسيحيين ويجبروا على الصلح
ده ما يسمى ويقبلوا بالمجالس بالصلح. العرفية. ويقبلوا بالصلح. طبعا لأن الناس عايشين مع بعض في القرى وفي علاقات حميمية بينهم وبين بعض، ساعات بيوافقوا على ده من أجل تسيير الحياة. مش عشان ده ما الوضع يفضلش الأمثل. مهدد. لكن مش ده الوضع الأمثل. لو في تواجد قوي للأمن ما يديش فرصة للمجالس العرفية. لو بيعاقب مباشرة المخطئ يحاكمه يقبض عليه ويحاكمه ويعاقبه هيرضع الآخرين. لكن كل مرة واحد مخطئ يتعدى ويقتل ويحرق ويسرق وينهب وبعدين الحكومة تسيبه وبعدين يتسابوا الناس لبعضهم من أجل إنه يواصلوا حياتهم ويقبلوا بهذا الصلح المهين، ده عيب في حق الحكومة وعيب في حق الأمن. وطبعا برضو التصرف بأسلوب رد الفعل مش كويس، وغض الطرف عن القضية القبطية واحتياجات الأقباط واضطهاد الأقباط برضو مش كويس. يعني بعض المسؤولين يظنوا أن المساعدة في بناء كنيسة هي نشر الكفر في البلد. اعتقاده كده. افرض راح سأل أحد الشيوخ اللي بيحبوا يفتوا مثلا فتاوي غير مسؤولة وقال له انت لو ساهمت ببناء كنيسة سواء بتصريح او انك تبني او تساعد في البناء او تتبرع انت بتنشر الكفر، فبيديله ايحاء ان دي جريمة بيعملها. وانت عارفة حضرتك ان رجل الدين هو الشخص المؤثر الاول في المجتمعات الشرقية مش مصر بس. يعني ممكن خطبة في جامع لإمام من الأئمة أهم من قرار رئيس جمهورية وأهم من تواجد أمني كثير في الشارع. لذلك أنا شايف من ضمن الحلول الشاملة أو إحدى تصورات الحلول الشاملة البحث عن جذور المشكلة. ليه في عدم قبول من المسلمين للمسيحيين وفي أحيانا عدم قبول لدى البعض للمسلمين مش الكل طبعا. عايزة تتحل. واحد بيتربوا ازاي في البيت؟ الأم اللي بتقول لابنها ما تتعاملش مع صاحبك الفلاني، أو دول كذا، أو دول صفاتهم كذا، أو تقول تعليقات مش لطيفة قدام الولد وهو صغير، يرسخ في ذهنه إن ده شيطان يعني أو ده كافر. لما تقول له مثلا او تقول قدامه ان ما لهم غنيمة لنا، يعني الولد يسرق صاحبه في المدرسة وضميره مستريح. لو سرق سندوتشاته، لو سرق شنطته، ما هو اتعلم في البيت ان مال المسيحي غنيمة. هيفرق الولد ازاي وضميره مستريح؟ تربية الأولاد على قبول الآخر وقبول التعددية وقبول أطياف مختلفة ومعتقدات مختلفة واحترام معتقدات الناس ولونهم واسمهم مهم جدا. قبول الآخر، التعايش مع الآخر كشريك في الحياة. المناهج التعليمية المليئة بالمغالطات والإساءات والاتهامات والتحريض عايزة تتفلتر وعايزة مراجعة. والحكومة وعدت أكتر من مرة لكن لآخر امتحانات موجودة فيها تحريض على الأخطاء. هل حصل إن الكنيسة عملت مثلا رصد في لجنة مشتركة ما بين الكنيسة ووزارة التربية والتعليم بيتعاونوا مع بعض علشان يفلتروا المناهج دي. من أخطر من المناهج المدرس نفسه. المدرس أخطر من المنهج. يعني ساعات بيبقى المدرس نفسه منهج. يعني أخطر المناهج هي منهج الشخص نفسه اللي بيعلم مش المادة المكتوبة، لأنه ممكن يخرج عن النص. فكان بالأحرى لو نص مغلوط ومدرس مش محايد. نمرة 3 وسائل الإعلام ما فيهاش صدق اللي فيها تحريض، زي إحدى القنوات اللي تسلط كاميراتها على مناطق دون الأخرى ولقاءات غير دون الأخرى وتصريحات دون الأخرى، بل ساعات تلجأ إلى لقطات أرشيفية وكأنها بتحصل دلوقتي. ومع التكنولوجيا الحديثة بيتفضح الأمر طبعا.
في ميديا، ده مجرم كبير لو ما حصلش فيه برضو نوع من التوجيه، نوع من الملاحقة. والخطاب الديني، أنا مش عايز أقول الخطاب الديني يعني إمام المسجد بس أو الخطيب بس، لا، وحتى لو وجد بعض من الوعاظ المسيحيين محتاج يتراجع خطابه الديني، وليكن، ليه لأ؟ لأن ممكن برضه هو لو خطابه تحريضي ممكن يأثر على المسلمين، فيبقى خطابه تحريضي برضه يدخل في دايرة تحريضية. فيبقى التربية، المناهج، المدرس، وسائل الإعلام، الخطاب الديني، الحكومة. وليه بقول الحكومة؟ لأن المفروض نشتغل على مستويين، مستوى رأسي ومستوى أفقي. المستوى الأفقي إن أنا آخد قرارات دلوقتي، إن أنا ألاحق، إن أنا أردع، إن أنا أطلع تصريحات، إن أتابع، ده أفقي. رأسي إن أنا أغير ثقافة، ده ياخد وقت، وعايز عدة أجهزة وعدة مؤسسات تتعاون معا من أجل تغيير الثقافة. ده وسائل الإعلام، ده تربية وتعليم، ده برامج توك شو في التلفزيون، ده دراما. يعني الدراما إحدى السبل الناجحة في تغيير ثقافة المجتمع. يعني على سبيل المثال في ال10 سنين الأخرانيين دول الدراما بتحاول تدمج الأقباط في الحياة العامة. كان أول لأ، دايما رجل الدين ومسلم، دايما الدين هو الإسلام بس، محدش يعرف مصطلحات مسيحية ولا كنايس. النهاردة في الدراما بيكون لهم مصطلحات فنية مسيحية، يعني يعرفها الخاصة بس. وده مناقشة موضوع طلاق، وده موضوع جواز، وده موضوع خلع، وده موضوع هجرة، وده علاقة المسلمين ببعض، ده حسن ومرقص، ده بنت من شبرا، ده مش عارف أوان الورد، ده فيلم هندي. كل ده بيسهم بشكل أو بآخر. ويمكن الدراما بتسهم أكتر لأن الناس الشرقيين عموما، ما كانش كل الناس يحبوا الدراما، وممكن توصلي لهم أي مفهوم من خلال أي حاجة دراماتيكية تخلل وجدان الشخص، الفكرة أو التعليم من خلال الدراما. احنا كلنا كده على فكرة، حتى الأطفال في سن مبكر لما بنحب نوصل لهم مفاهيم معينة بتحكي له حكاية. الحكاية ليها محور طبعا، وليها مركز أو قوة. عاوزة أسأل سؤال أرجو إنه ما يكونش هسأل السؤال. مفيش جهة في المعادلة مش غلطانة. لو سألت حضرتك عن الكنيسة ممكن تكون أثرت في إيه في طبيعة العلاقة، لو عملنا نقد ذاتي يعني؟ لو عملنا نقد ذاتي أقدر أقول حتى لو الكنيسة كان وتصور. لا، الكنيسة المفروض تطالب باستمرار باللي أنا قلت عليه، اللي هو ملاحظة المناهج، تمثيل الآباء. يعني أنا كأسقف أو أنا كمسيحي ليا توجهين. توجه شخص إن أنا بقبل الإهانة من أجل المسيح وفرحان إن أنا بضطهد لكوني مسيحي. اللي حصل ده كله حصل لأننا مسيحيين بس، مفيش مبرر تاني. إنما ليا توجه تاني إن أنا مصري، وإن أنا متضايق إن في ممتلكات الدولة بتتدمر، وإن أنا مش حابب إن مصر تبقى كده. ففي عندي الشعورين دول أو التوجهين دول. فأنا كمصري مفروض بطالب بالتمثيل القبطي في الأماكن المهمة في الدولة، مجالس النيابية. بطالب بأن موضوع بنى الكنايس ده يعني من أكتر الحاجات اللي عامله لنا مشكلة. احنا عندنا في المنيا 142 قرية ما فيهمش كنايس في المكان اللي أنا فيه، مش في المحافظة. محافظة اضربي الرقم ده بقى، يعني في مدينة المنيا وبرقاص اللي هو يعني 142 قرية، أقل من تلت المنيا احنا بنتكلم. 142 قرية بلا كنائس. فسكانها بيروحوا يسافروا قرية تانية طبعا مش عشان كلهم، وفي خطر في الطريق، وساعات بيضايقوهم في الطريق طبعا، في حوادث أحيانا. ولا وبس لا، يعني ليه الرفض بتاع الصوفي ده؟ توجه في الدولة، لازم الدولة تراجع نفسها فيه.
يعني أنا أشعر إن ممكن ببساطة يرخصوا مالها ليلي، لكن كنيسة لا. يعني لو رجعتي المراقص والملاهي الليلية اللي ترخصت مثلا في خلال 5 سنين، تلاقي 20-30 ضعف الكنايس. مفيش كنايس. يعني أهدوا تصريح كنيسة مغازلة للكنيسة في أسوان. مش في أسوان، في مارينا. في مارينا، صح افتكرت. فالبابا تودروس قال لهم شكرا، بس أنا طالب ده بقالي 17 سنة. سواء لما تطلبي مارينا تصريح أصلا كنيسة مش رعية. 17 سنة. لسوء الحظ طبعا انه كنيسة الأنبا موسى انا عارفة انها من الكنائس الجديدة، يعني اللي قعدت وراها يمكن 20 سنة بتجري ورا الترخيص ده اللي اتحرقت. فدلوقتي الآباط لما يشعروا إن ممنوع يبني كنيسة، وفي قرية ممكن يبقى فيها 13 و15 مسجد، وقرية محدودة يعني، كنيسة لا، هو كده. وبعدين بدأوا يتبعوا أسلوب قبيح، أنا آسف إني بقول كده، وهو إن الدولة تقول أنا ما عنديش مانع بس الأهالي هيرفضوا. يعني هيبة الدولة تقبل الكلام ده. ما ينفعش أقول الدولة ما عندهاش مانع والأهالي هيرفضوا. فين هيبة الدولة؟ أو يدونا تصريح ويحرضوا الأهالي إنهم يعترضوا على ده. والضغط الشعبي أخطر بكتير جدا من قرار الحكومة. إنما الحكومة لو قالت وأصرت يوصل رسالة للأهالي إن طالما الحكومة قررت هيتم الموضوع. عارفة انه يمكن في اخر 5 سنين كان في قريتين اخدوا تصريح فعلا بنى كنيسة، والراعي حفاظا على ارواح الناس ابتدى مثلا اول 2-3 يجرب يصلي في بيت رغم انه مرخصها، مفيش تصريح. وبعدين فيحسوا انهم ابتدوا يصلوا في بيت فيتهجم عليهم ويتقال ان ما عندهمش ترخيص كنيسة. لانه بالضبط. ولا مرة الحكومة طلعت قالت لا احنا مدينهم ترخيص وخايفين نسندهم. لا ما بيقولوش كده فعلا. فبيسيبوا الاهالي طبعا بعض. يعني احساس الاباء بالظلم والغبن ان مش لاقيين مكان يعبدوا فيه. طب عارف بنطلب ايه؟ بنطلب 4 حيطان وسقف. مش طالبين كنيسة بالمفهوم المعماري الكامل، يعني بالشكل المعماري التقليدي. مش عايزين قبب، مش عايزين منارات، مش عايزين صلبان، مش عايزين اجراز. ادونا 4 حيطان. يقول لا برضو. طب هنصلي ضيوف عند واحد في بيته، لا برضو. وياخدوا صاحب البيت يهنوه ويذلوه ويخوفوه، وساعات كانوا يعذبوه، فالراجل يحرم وعنده زوجة وأولاد يهددوه. يعني لا تصريح ببنى الكنايس ولا تصريح بالصلاة في أي مكان حتى مبني بأي حاجة، ولا استضافة شخص جوه القرية ان احنا نصلي معاه كل يوم حد. رأي حضرتك ايه في المجالس العرفية؟ ما أنا قلت يعني إذا كان البعض بيلجأ ليها باعتبارها البديل الوحيد اللي موجود، يعني الدولة أو مؤسسات الدولة، المؤسسة الأمنية بالذات ما قامتش بدورها، فده مش الحل الأمثل، بالعكس. وده بيأكد عند الشعب وعند الناس إنه ده الطريقة الناجحة أنجح من الحكومة، وده مش صح. في قانون وفي سيادة قانون وفي تنفيذ قانون. يعني الناس اللي عملوا جلسة صلح في قرية بني أحمد، طب الخسائر وصلت 3.5 مليون. مين يعوض الناس عن ده؟ والعهات في ناس عينيها ضايعة، مين يعوضهم؟ ناس فقدوا كل اللي معاهم. ده في 2 ستات كل رأس مالهم 8000 جنيه ولا حاجة، وفاتحين مشروع بيصرف على بيوتهم، فقدوا كل ما لهم في اليوم ده. يعني يعملوا صلح، طب مين يعوض الناس دول؟ وصلح على أساس إيه؟ الصلح ده المفروض بيشترط إن تعاد المسروقات، يعني اتنهبت ومعروف مين نهب وباع لمين. ففي ظلم طبعا. يعني الصلح عمليا اللي مكتوب واللي بيحصل مش عادل. مش بمعنى كلمة مش عادل، لكن من أجل التعايش فقط، من أجل عدم التهديد بقى. طالما الأمن ما قامش بدوره فمش هيتسابوا الناس يقتتلوا. لكن الصلح مثلا اللي تم بني أحمد ما وقعش عليه متضررين، لا، وقع عليه ناس 10 مندوبين من المسلمين و10 من المسيحيين. لا تعالوا نتعايش، تعالوا نتجاوز الأزمة، لا اللي يغلط تاني نغرمه بكذا.
لكن المتضررين أصروا إنهم يكملوا في الشق القانوني. ده عظيم. طبعا. احنا اخدنا من وقت حضرتك، وانا عارفة انه اكيد في الوقت ده أخدت بركة. ربنا يخليك. متشكر على ربنا اهتمامكم يخليك يا قوي. سيدنا.